طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ده شرح سريع كده للعبة هامستر كومبات، وده اصلا الاير دروب اللي تابع لعملة تون اللي تابعة للتليجرام. خليني بشكل سريع كده علشان الفيديو ما يبقاش طويل. احنا بندخل على بلاي، بيطلع لنا الشكل ده. خليني اقول لك ان الفور اللي قدامك ده لو قعدت تدوس عليه هيزيد لك الكوين اللي فوق، وهتلاقي تحت الباور لو شفته 1900 حاجة و30 بتدوس عليه بيقل، وكل شوية هو بيزيد تاني. فكرة اللعبة حاجتين. فكرة اللعبة هو تجميع كروت، عبارة عن كروت اللي هي الكروت اللي قدامك دي بتجمعها وبتقعد تلفل فيها. والشق التاني هو شفرة موريس. طيب خلينا الأول نبدأ بشفرة موريس، لأن أنت أول ما تفتح اللعبة هتظهر لك كده، هتلاقي كلمة ايرن بير تاب فوق على الشمال. ايرن بير تاب لو دوست عليها 3 مرات هيختلف دلوقتي الفار ده هيبقى أحمر. دي شفرة موريس. طبعا انا هبعتها لكم على الجروب بحيث ان انت تقدر انك تراجع الحروف دي. طيب الحروف بكل بساطة كل يوم بيبقى فيه كلمة. الكلمة دي انت المفروض تكتبها عن طريق مورس. فكلمة النهاردة هي الدي فاي. فخلينا نشوف حرف الدي عبارة عن شرطة نقطة نقطة. فهنقول لو خليتك دايس كده هيعمل شرطة، لو دوست تاب كده واحدة بس هيعمل نقطة. خلينا أول حاجة نعمل شرطة نقطة نقطة، كتب لي حرف الدي. طيب الاي عبارة عن نقطة واحدة فهكتب نقطة، كتب الدي اي. الاف عبارة عن نقطتين شرطة نقطة، ادي نقطتين وادي شرطة وادي نقطة، كتب لي الاف. والاي عبارة عن نقطتين، ادي كده الديفاي. من هنا انا قدرت ان انا اكسب مليون عملة. المليون عملة دي هقدر ان انا اروح استخدمها في الكروت. طيب علشان ندخل على الكروت هنا خليني اقول لك ان في حاجة اسمها ديلي كومبو، وهي كروت مختارة كل يوم. انت بتختار 3 كروت، هم طبعا اللي بيختاروها وانت بتعرفها. انا بسيرش، انا جوجل وبسيرش لحد ما بوصل ايه الكروت بتاعت النهارده. علشان تحط الكروت دي، الكروت موجودة تحت، كل كارت جنبه ليفل 0 ومحتاج كام علشان تفتحه. في حاجات هتلاقيها زي مثلا الستيكنج، هتلاقي فيه الليفل 0 ومطلوب الكي واي سي تبقى ليفل 7. فساعتها تدور على حاجة اسمها كي واي سي، هتلاقيها تقريبا في التيم او في الليجل. في الليجل كي واي سي اهي، المفروض تخليها ليفل 7. طيب آه خليني اول حاجه اقول لك ان الكومبو بتاع النهارده اللي فاضل له 24 دقيقه ويخلص هو الجيم فاي توكن. دي اول واحده لو شفتها، الجيم فاي توكن ليفل 0 محتاجه هامستر تيوب ليفل 4. طيب هامستر تيوب هتلاقيها في البي ار ان تيم. طبعا عشان تفتحها لازم تدخل على القناه التليجرام بتاعتهم. هنقول جوين هنا ونرجع كده ونعمل تشيك، هتاخد 5000 كوين. هترجع تاني على الماين وتروح الار بي تيم هتلاقيه فتح. طيب احنا كنا محتاجين هنا ايه؟ الهامستر تيوب. طيب هامستر تيوب هنا، الهامستر تيوب نفسها محتاجة هامستر بوك علشان يتفتح ويبقى ليفل 5. اول واحد على اليمين الهامستر بوك هنخليه ليفل 5، ندوس عليه وندوس جو اهيد. 1 2 3 4 5، هتلاقي الهامستر تيوب اتفتحت. طيب نرجع تاني على الماركت هنا. احنا كنا محتاجين الجيم توكن. الجيم توكن محتاجة هامستر تيوب ليفل 4، فالهامستر تيوب دي هنرفعها لليفل 4. تمام. نرجع تاني للماركت. هتلاقي ان الجيم اف اي توكن اتفتحت وان انت قادر انك تشتريها. لما تيجي تشتريها دلوقتي علشان هي من الكومبو، هي اول واحده في الكومبو، فهي اتحطت فوق اهي في الجيم فاي توكن في اول واحده. وهكذا انت بتشوف بقى ايه اللي بعدها. هي اللي بعدها المفروض ان هي تبقى مارجن تريدنج اكس 30. اللي المفروض يبقى الليجل اوبينيون هي اللي مفتوحه فيها. فلو رحنا للليجل هتلاقي كلمه ليجل اوبينيون تبقى مفتوحة. معلش أنا نسيت أشوف محتاجة ليفل كام. طبعا 30 محتاجة تبقى ليفل 6، فإحنا هنرفعها ليفل 6. هنا ليفل 1 2 3 4 5 6. دلوقتي لما أجي أرجع على الماركت
لما اجي ارجع هنا على الماركت وانزل على المارجن تريدنج اكس 30 هتلاقيها اتفتحت معاك. لما تيجي تحطها هتلاقيها ايه، اتحطت فوق كمان، علشان دي من الحاجات المختارة. تالت واحدة والأخيرة هي التريدنج بوت. الأخيرة تحت على اليمين محتاجة إيه؟ محتاجة اي تي تيم. طيب اي تي تيم هتلاقيها في التيم هنا، دور على الاي تي تيم. اي تي تيم هنا أهي، تقريبا كانت محتاجينها ليفل 10 أو حاجة، فإحنا هنفتحها لغاية ليفل 10، وبعد كده هنرجع تاني ونشوف آخر كارت معانا. وهتبقى في شق أخير دلوقتي هفهمهولك سريع جدا إن شاء الله. نرجع على الماركت، ننزل تحت، هي التريدنج بوتس اتفتحت. جو اهيد، انا كده اخدت 5 مليون كوين من الكومبو اللي فوق. دلوقتي الكومبو اللي فوق ده انا كملته، فاخدت ال5 مليون كوين طبعا قدامك دلوقتي. طيب خلينا بقى ننزل كده بشكل سريع علشان تتحط على التراك وتكمل معايا اللي انا فاهمه واللي انا عارفه. بص، كلمة ستيكينج محتاجة كي واي سي ليفل 70، فانت تروح على الليجل كي واي سي ليفل 7 عفوا، وترفعها لليفل 7. انت الفكرة ان حاجة بتخليك تفتح حاجة، كل شوية حاجة بتخليك تفتح حاجة، فبالتالي بتدور على ايه اللي ناقص من النواقص وتفتحه. كده وصلناها ليفل 7. هنرجع تاني للماركت، هتلاقي بص ان الستيكينج اتفتح معايا وكل حاجة هنا مفتوحة. هتلاقي هنا سي او او ليفل 2. هتدخل على الليجل، هتلاقي لا مش الليجل، على التيم هتلاقي تحت سي او او ليفل 2. هنخليها ليفل 2 كده، ادي سي او او كمان مرة. نرجع تاني على الماركت وتشوف، وهكذا وهكذا. هتلاقي كل حاجة اتفتحت، الديفاي اتفتحت اهي. هنا الجيم فاي توكن المفروض تبقى ليفل 11، هي فوقها على طول. لو دي خليناها ليفل 11 هتلاقي ان اللي تحتها اتفتحت عادي بشكل طبيعي. طبعا هتلاقي حاجات محتاجة invite friends، محتاج اكتر من 10 تنفار علشان تفتح كل حاجة. دي فاضل لها واحدة وتفتح اللي تحتها على طول. بص السوشيال توكن اتفتحت، وهكذا. دور انفلونسر ليفل 10، دور على فين انفلونسر، ولما تلاقيها خليها ليفل 10، وهكذا وهكذا لحد ما تفتح كل الكروت. ومع الوقت هتبدأ ان انت تلفل الكروت. يعني دلوقتي مثلا خلينا ندخل حتى في السبيشال، هتلاقي حاجات، هتلاقي ماي كارد وهتلاقي نيو كارد. اشتري اي حاجة تقدر تشتريها. انا وفرت لك 6 مليون في الاول علشان تعرف تبدأ تتحط على التراك. طبعا هنا بيقول لك مثلا في حاجات بيقول لك لازم تعمل فيها فولو على اليوتيوب، فولو على على اكس، على التليجرام. الحاجات دي اعملها كلها، هتلاقيها هنا في الارن. الكلام ده كله اعمله فولو على اكس. هنا تشوز للمنصة بتاعتك مثلا، وليكن انا هخليها باينانس، هياخد 5000. هدخل هنا اعمل بس تشيك، كده اخدت ال5000 بتوعي. وهكذا. طبعا في انفايت فريندز، وان انت تعمله فولو على اكونت، على الاكونت بتاعهم في اكس. تقدر ان انت تاخد الكليم بتاعك كل يوم، وهكذا. آه، الخلاصة الرقم اللي قدامك ال5 مليون ده ما هو إلا لتقوية كروتك. الكروت لو أنت لاحظت مثلا هنا دلوقتي أنا هصرف عليها 10,000. ال 10,000 هيديني بروفيت بير اور، بص فوقها 950. بروفيت بير اور اللي هو الرقم اللي فوق خالص، بروفيت بير اور اللي على اليمين ده، هو ده المهم، هو ده اللي انت بتتحاسب عليه. اللي غالبا كل مليون هم بيحاسبوك تقريبا على $300 او حاجه كده. طبعا مش متاكد من المعلومه دي، لكن تقدر تدور فيها اكتر. لكن المهم عندك هو البروفيت بير اور. كل ما بتقوي الكارت بتاعك كل ما البروفيت بتاعك بيزيد. طبعا هنا هتلاقيه مثلا بيديلك بقت 1096. بقى البروفيت بير اور عندي هنا كان 9 وشويه، دلوقتي زاد. وهكذا كل ما تيجي تفتح كوين معين او كارت معين، هتلاقي الوضع بعد كده سهل. طبعا كمان 17 دقيقة هتلاقي الثلاث صور دول اتغيروا ومحتاجين نحط صور جديدة. حاول من دلوقتي انك تبدأ تفتح جميع الكروت. انفلونسر ليفل 10 دور عليها، خليها ليفل 10. عندك الشيت كوينز هنا محتاجة الكي واي بي ليفل 3. لو دخلنا هنا على الليجل تقريبا كي واي بي ليفل 3 اللي على اليمين خالص اهي. فبالتالي انا هقدر افتح كل الكروت
ولما تنزل الكومبو بتاع النهارده تقدر انك تستخدمه. طبعا شيت كوين اهي فتحت، وهكذا كل حاجه هكذا. الحاجات بس اللي فيها انفايت فريندز دي لازم تعتمد فيها على نفسك. كل يوم ادخل على الفار ده، اقعد خبط كده على دماغه لحد ما تخلص الباور اللي عندك تحت. لما تخلص الباور دوس على كلمة بوست، هتلاقي فول انرجي، دوس عليها لك 6 مرات كل يوم بيعبي لك الباور من الاول. بس اتمنى يكون الفكرة كده وضحت. اهتم جدا بالبروفيت بير اور، هو ده الاهم، هو ده اللي المفروض ان انت تهتم بيه وبتكبره. ويوم عن يوم عن يوم هيكبر وهيوصل لمليون واثنين وثلاثة واربعة مليون، ويبقى ليك نصيب من عدد العملات اللي هينزل من الاير دروب ده يعني. بس انا بشكركم جميعا، وكل عام وانتم بخير. اسره مدمن تداول بتتمنى لكم كل الرزق وكل الحظ الوافر، ويتمنى لكم عيد سعيد.